السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا اليوم في مفاجأة مدوية بالنسبة للمنتخب الأولمبي الوطني المصري، طبعا بعد فوزه المستحق وفوزه الغالي على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف. طبعا بذلك هذا الفوز طبعا يتصدر منتخبنا الأولمبي الوطني مجموعته ان شاء الله باذن الله كده. يعني منتخب يعني في بوادر طيبه كده بالنسبه للكره المصريه. زي ما بنتكلموا عن السلبيات بنتكلموا عن الايجابيات برضه. طبعا منتخب ولا اروع، وان شاء الله باذن الله تتم طبعا الفرحه ان شاء الله باذن الله، وحصلنا على احد الميداليات الثلاث. طبعا النادي الأهلي المصري، طبعا الدرع يذهب رويدا إلى القلعة الحمراء. النادي الأهلي بعد فوزه الغالي وفوزه الكبير على نادي سيراميكا كليوباترا ب4 أهداف مقابل هدف. طبعا الدرع أهلاوي، الدرع أحمر لموسم 23-24، ويعتبر أطول موسم شاق هذا الموسم، موسم 23-24. ولكن بعد طبعا الدرع عارف مكانه فين، الدرع عارف هو رايح فين بالظبط. مؤجلات، تصدر بيراميدز، اخفاقات للنادي الاهلي في بعض المباريات، ولكن هو الدرع عارف طريقه رايح فين. وطبعا كده رسميا الدوري للاهلي، مش يعني خلاص، لا رسميا كده، وقبل انتهاء مسابقه الدوري باسابيع احنا بنقول اهو طبعا الدرع اهلاوي. مبروك للنادي الاهلي بفوزه ببطوله الدوري العام لموسم 23-24. معنا ضيفين كريمين عزيزين من المدربين الأكفاء الموجودين في الساحة، الكابتن رضا المصري رئيس طبعا قطاع البراعم بنادي نجوم مصر أحد أندية الممتاز به، والمشارك في بطولة دوري الجمهورية لأندية الممتاز به هذا الموسم. أهلا وسهلا كابتن رضا. أهلا وسهلا كابتن أحمد، برحب بيك وبكل ضيوفك كابتن أنس. إن شاء الله تكون حلقة دسمة ونقدر نفيد فيها كل الناس إن شاء الله. ومعنا طبعا مدرب من المدربين الأكفاء ابن سوريا، طبعا الكابتن أنس الرفاعي من دولة سوريا العزيزة الشقيقة طبعا، والمدير الفني لأكاديميات المصري بمدينة 6 أكتوبر وبالقاهرة وبالجيزة. أهلا وسهلا كابتن أنس. أهلا وسهلا كابتن أحمد وضيوفك الكرام وكابتن رضا، ربنا يخليك، شرف كبير لينا طبعا. حبيبي كابتن، ربنا يخليك كابتن. الناس المجتهده، الناس اللي لها بصمات واضحه على البراعم وعلى الاكاديميات. ربنا يخليك، الف شكر. كابتن رضا، في البدايه عايز اتكلم عن البراعم طبعا الولد في مرحله تعلم وليس في جو منافسات، ولكن في مراحل تعلم. طبعا المراحل دي اكيد في تطور حدث في الآونة الأخيرة بالنسبة للبراعم، فأنت إيه رأيك في قطاعات البراعم الموجودة حاليا؟ هل في فعلا تطور أكيد، ولا زي ما هو الوضع ما أكيد في السلب وفي الإيجابي، ولكن بنسب. تمام. يعني في أندية نشهد لها بالمهنية، نشهد لها بالاحتراف، نشهد لها بالنجاح، بالخطى الثابتة، بالخطة المستقبلية للولد. تمام. وفي أندية برضه العكس، أكيد موجود ده وموجود ده. بس أنا بتفق مع حضرتك في موضوع اللا منافسة في مرحلة البراعم. يمكن احنا في مصر كابتن أحمد، اللاعب المصري البرعم تحديدا يفوق أي موهبة، حتى لو اللاعب الإنجليزي، حتى لعيبة أوروبا في مرحلة البراعم. تمام. بيفرقوا عننا بعد مرحلة البراعم، لأن هم بيشتغلوا باللا تنافسية. اللاعب البرعم ما بتحطش تحت ضغط منافسة، أكيد المدير الفني ذات نفسه ما عندوش تعليمات بالمنافسة، فبيبقى مجبر ان هو يضغط على اللاعب. البيئة المحيطة بيه مش مناسبة ان هو ينمي موهبته. ولكن الى حد ما عندنا أندية، عندنا تجارب كبيرة ناجحة والنماذج كبيرة ناجحة، ونأمل ان شاء الله ان اللي جاي يكون احسن ان شاء الله بإذن الله. طب الولد لسه في مراحل التعلم، اكيد في مراحل التعلم، يعني لسه حته عينه عايزه تتشكل. طبعا الكفاءه في المدرب، لان طبعا بلاد بره بالامانه في اوروبا والدول الاخرى بيختاروا الاكفأ المدربين لتلك المراحل السنيه، لكن عندنا في مصر احنا بنختاروا المدربين اللي لسه صاعدين الواعدين. هم كمان بخلاف ان هم بيختاروا اكفأ المدربين بره، زي المعلم المصري كده، المعلم في المدرسه.
احنا بنعامل مدرب البراعم او مدرب فئات العمريه ان هو ايه، اي حد ياخد اي حاجه. تمام. مؤهل مش مؤهل، جاهز وده طبعا مش جاهز، خطأ. وده طبعا اكبر خطأ. لذلك بقول لك احنا كلاعب مصري والله نفوق الناس دي بمراحل بمراحل. يعني انا النهارده لو بنلعب برشلونه مثلا ب 2014 تكسبهم 20. نفس الفئه العمريه دي بعد 5 سنين مستحيل تعرف تنافس معاهم اصلا. فرق البيئه من البيئه، فرق الجاهزيه، فرق الاداره، التكيف فعلا بالنسبه مع المدرب. التكيف. هم الناس دي بص يا كابتن احمد، هم مقسمين تجهيز البراعم او الناشئين الى 3 مراحل. يعني عندهم من 9 ل 11 سنه مفيش منافسه نهائي. تمام. دي مرحله استكشاف، بشوف فيها الولد، بستكشف موهوب ولا مش موهوب، عنده نقص في ايه، ببدا اشتغل عليه ازاي اهله، ازاي احطه في بيئه تاهله للمرحله اللي بعد كده اللي هو ممكن يكون فيها تنافسيه، ولكن برضو مش زي عندنا هنا في مصر ان انا لازم انت بتدي اللاعب 60 المدرب 60 لاعب، انا عايزك لازم تاخد البطوله، معاك وقت قصير جدا، الولد تحت ضغط، المدرب تحت ضغط، ولي الامر تحت ضغط. فبتبص بيطلع نوادر من الكم ده كله، بيطلع ولد كده فلتة بيكون اللي ساعده في ده كمان لا اما مدربه حد عارف ربنا وساعده، لا اما البيئه بتاعته في البيت اسرته عارفين يعزلوه عن الضغط النفسي ده ويعيشوه معايشه اللاعب المحترف في السن ده. في اوروبا زي ما حضرتك قلت المدرب اللي ماسك البراعم ده المدرب اللي حصل على درجه الماجستير في التدريب. يعني مش اي مدرب يمسك برعم يعني انت النهارده كابتن احمد بشوف كوارث والله. مثلا حد بيدرب لاعب 2017 حاطط له حاجز 45 سم يخلي الولد يعمل تحمل قوه وقوه انفجاريه. غلط. حاجات بتخلي غلط. اصلا الطفل يبطل كوره قبل ما يبتدي. ولكن زي ما في كده في كده. يعني احنا عندنا نماذج. انا بصراحه مبسوط جدا من منظومه زد او من المشروع اللي عاملاه. ليه؟ لان هم مش شغالين في الملعب بس، يعني هم مش شغالين على الولد ان انت يا ابني تعالى لي ساعتين تمرين وبتاع بس، برضو الامكانيات بتفرق اكيد. شغالين على الجانب النفسي، على الجانب التعليمي، والتعليمي فيما يخص الكره مش تعليمي بتاع المدرسه، فيما يخص الكره. ما انا برضو اللاعب بتاعي ما يكون مثقف، عارف اكل ايه، اشرب ايه، انام امتى، ازاي اكون مؤهل قبل التمرين، بعد التمرين، الريكفري، البرنامج الاسبوعي بتاعي، البرنامج اليومي، ده كله بيفرق. فاحنا على مستوى البراعم احنا احسن لعيبه في العالم، ولكن بنفشل بعد ذلك لنتيجه لعدم الاداره الناجحه، التاهيل، جوده المدربين زي ما حضرتك قلت. تمام. كابتن انس، طبعا احنا في تجربه فريده من نوعها، وبلد شقيق المغرب عامل تجربه ناجحه، عامل جامعه تخصصيه لكره القدم بتبدا من البراعم حتى لمسابقات الشباب والناشئين. طبعا التجربه ديت بدخل الولد في عزله تامه وهي كره القدم فقط لا غير، بجانب طبعا اكله وشربه وتربيته على وتنميته على ايه رايك في التجربه المغربيه اللي هي صراحه حديثه العهد بالنسبه في دوله المغرب؟ لا هي تكون يعني تجربه ناجحه بكل المقاييس، يعني انك انت اللاعب تديه مثلا معلومات كامله عن كره القدم، ده دراسه تهيئه تطبيقي ونظري، تهيئه بكل المقاييس. انك انت اللعبه دي انا محتاجك خلال الفتره دي انك انت تبقى مركز او تبقى يعني كل تركيزك وكل فكرك ان خلال اللعبه دي عشان تطلع احسن حاجه عندك. وافرزت لاعبين، اصغر لاعب في مسابقه كاس العالم كان مغربي. صح. انت عندك حتى يعني الفئات العمريه اللي بيهتموا فيها فئه البراعم لحد فئه الناشئين، يعني خلال يعني هي بدهم دفع كبير او اهتمام كبير من خلال البراعم والناشئين. ف يعني مشروع ناجح بالنسبه لدوله المغرب. وان شاء الله يعني عملنا نظيره في مصر هنا هتنجح الفكره. لا جامعه خاصه كابتن رضا كان موجوده يا كابتن من ايام فاروق جعفر، من ايام حسن شحاته، المدرسه دي كانت موجوده. بس الولد كان اكاديميه تعليميه. ايوه كانت موجوده خاصه بكره القدم. المدرسه كانت خاصه. فاروق جعفر خارج منها، حسن شحاته، مصطفى يونس، بس ده كان موجود. عاد التجربه دلوقتي اكتر من نادي، بس فرق بيننا يعني اللي وصل المغرب الناس دي فعلا بتشتغل، الناس دي فعلا بتستثمر، الناس دي فعلا عايزه تخرج جيل يشيل اسم البلد. مش موضوع اللي هو ايه
انا هستفيد منه بشيء، فتعالى يا ابني معايا في القطاع. انا رضا هيستفيد منه بشيء، فتعالى مش عارف اعمل ايه. ناس عاملين خطه. عدد البراعم الموجودين في الجامعه اللي هي شامله المغرب بالظبط كده 450 لاعب. 450 لاعب فقط لا غير برعم. ال 450 دول في معايير وفي انتقاء ليهم. هم اكيد بيشرحوا طبعا. كده. لا هم لا بيشرحوا لا, كده. لا غير مثلا الاهلي فيه 600,000 لاعب برعم، الزمالك فيه مش عارف ملايين البراعم. الاهلي فيه 600 وبيعمل آه. اختبارات بيتوافد عليه فوق ال 70,000 لاعب. اه ممكن حضرتك تقول لي ليه؟ ايه مم. الهدف؟ مم. يعني مثلا انا مسابقات البراعم والناشئين للاهلي والزمالك السنه اللي فاتت، هل مم. كان في مكان في القايمه للاعب واحد؟ مم. بالعكس، كان في القايمه الاحتياطيه اكيد. اكتر من 30 25 لاعب. طب انت ليه السنه دي عامل لي تاني. اختبارات مستهدف فيها اكتر من 70,000 لاعب؟ مش عايز افتري عليهم واقول كان هدفها لثمن الاستماره، لان انا لما اجي لي دول براعم بقى يا كابتن رضا اللي هم منضمين حديثا لقطاع البراعم في نادي نجوم مصر، احد انديه الممتاز بيه، والمشارك طبعا في بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله هذا الموسم. ان شاء الله يكون موسم خير عليهم. لعيبه مميزه جدا تم انتقائها من الاختبارات. وبالمناسبه في اختبارات ان شاء الله النادي يوم الثلاثاء القادم زي النهارده ان شاء الله، عشان تاخدوا مناطق المرج وعزبة النخل ومؤسسة الزكاة وبركة الحج والهيك السب طبعا وبعض المناطق المجاورة. الاختبارات إن شاء الله ستقام على ملعب استاد بركة الحج بمؤسسة الزكاة يوم الثلاثاء 6/8. طبعا هيحضر طبعا رئيس القطاع والساده المدربين ان شاء الله باذن الله. احنا بننوه بس عن الاختبارات دي ان شاء الله هتقام ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 3 عصرا باذن الله. يوم الثلاثاء القادم لانتقاء اكبر عدد من اللاعبين المميزين والمتميزين، زي ما طبعا النادي عمل اختبارات في كفر الشيخ والغربيه والشرقيه، وطبعا في المنوفيه ايضا. طبعا في القاهره هنا ان شاء الله باذن الله الاختبارات يوم الثلاثاء القادم، عشان الناس اللي كانت بعت على رسائل الحلقه، على رسائل صفحه البرنامج. طبعا بننوه في الحلقه طبعا عن الاختبارات يوم الثلاثاء القادم باذن الله. كابتن انس، يعني احنا بنتكلم عن البراعم طبعا زي ما اشرنا وقلنا، طبعا لازما المدرب البرعم بالذات لازم يكون من اكفأ المدربين. طبعا دي الاكاديميه المصري كوتش طبعا المعنونه فينا كابتن رنا. أكاديمية المصري عنوانها في مدينة 6 أكتوبر، منتدى الشباب الحي ال11. كويس جدا. الأكاديمية دي يا كابتن أحمد والله ما رياء ولا عشان خاطر أنا شايفين عشان أنا محترم. يعني انت أنا بتشرف طبعا إن أنا برئيسها. أنت طبعا معاك سن صغير جدا. معانا من أول 4 سنوات. 4 سنوات كويس والله. ده مشروع حياتي يعني. ده أنا بتمنى إن ربنا يساعدني وأعرف أحقق فيه اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. نعمل تجربة اللمسيه، نعمل تجربة المغرب. تمام. ولكن طبعا انت عارف فرق الامكانيات بيفرق معانا كتير جدا. بص الولد عنده مواليد كام ده؟ ده 3 سنوات موهوب على فكرة ان شاء الله. طبعا دي المجموعة دي تشتغل على الاحساس بالكرة بس ما عندهاش اي قيود. اكيد طبعا. يمكن الاكاديمية اول اكاديمية في مصر تعمل المنهج النظري. طبعا انت عارف الاكاديميات الخاصه يعني امكانياتها مش احسن حاجه. ولكن المنهج النظري كنا اول اكاديميه في مصر تطبق المنهج ده. البرنامج التدريبي برضو كنا اول حد يعمل الاختبارات والقياسات الفسيولوجيه. تمام. يمكن هدفنا فيها ان احنا ربنا يجعلنا سبب نحل محل ولي الامر. فانت عارف طبعا ثقافه ولي الامر مش طبعًا. احسن حاجه. وخصوصا كمان بعد ما خلاص الانديه بقى امر واقع علينا. انت عارف بقى كلها استثماري. فهو مش عارف يجي منين يروح فين يعمل يعني مش عارف ياخد الخطوات ازاي. تمام. واحنا بنامل ان احنا نكون يعني اكبر داعم للولد، ان احنا على الاقل نوجهه يروح فين وازاي. وكمان السنه دي ربنا كرمنا احنا ممتاز به، ففرصه كبيره جدا ان شاء الله نعرف نعرض الولاد من خلال المسابقه نفسها ان شاء الله باذن الله. كابتن انس، طبعا انت شايف الاعمار الجميله والاولاد الصغيرين دولت، يعني حاجه محترمه حاجه كويسه. بنتكلموا برضو في المدربين،
يعني المدربين طبعا اللي هم المؤهلين، لان طبعا واد زي ده كيدز طبعا محتاج طبعا صح. مدرب يفهمه واحده واحده. محتاج اتقل مدرب في المنظومه كلها. صح كده، طبعا. دارس ومؤهل وفاهم بحيث ان الواد يلقط المعلومه صح. غير المدربين زي ما اشار الكابتن رضا، طبعا واد عنده لسه 6 سنوات وحاجز 45 سم بينط الحاجز ده او جامب الحاجز، طبعا حاجه طبعا لا حاجه سيئه طبعا. حاجه سيئه جدا. طيب انت شايف ايه بقى تجربتك في مصر هنا؟ انت بالرغم من من والله الدوله الشقيقه الحبيبه سوريا، ربنا يخليك. انت ايه رايك في مصر وطبعا والشغل القروي في مصر هنا؟ لا بالنسبه للشغل الكروي ده بيختلف تماما عن شغلنا احنا كنا في سوريا. تمام. الشغل الكروي هنا بالفئات العمريه او سن الاكاديميه او فئه الاكاديميه. احنا بنبدا بنجهز اللعيبه على خطوات، اللي هو بنبدا انه لاعب جاي جديد او مستجد بنهيئه نفسيا. اللاعب بنشوفه هو مهاري، محتاج شغل اساسيات. يعني بيبقى في تنقيه بالموضوع المستويات. عندنا مستويات اكاديميه مقسمين مستوى الف ومستوى ب. المستوى الالف بنشتغل عليه على شغل يعني. طب الواد الصغير ده بديله شغل خططي ولا شغل تمهيدي؟ لا تمهيديه فقط لا غير. الفئه الكيدز اللي هي من سن اللي هو الاحساس بالكوره 2018 2017 16 ده كله شغله احساس بالكوره. شغل اساسيات الكوره الحديثه اللي هو انا ازاي اعلم اللاعب. اكيد طبعا. الباص الصح طبعا. استلام التسليم ورؤيه الملعب. يعني باص مثلا بباطن القدم. شفت مدربين بتاخد الولاد دول الجبل. بتستخدم ايه يعني بتستخدم ايه التمرير بباطن القدم؟ بتستخدم في التمريرات القصيره. يبقى بعرف الواد حاجات برضو يعني ايه الحاجات الباص القصيره، الباص اللي هو رؤيه الملعب، التوافق عند اللاعبين. بتبداوا مسابقات رسميه من كام سنه يا كابتن انس؟ المسابقات الرسميه في سوريا بيبدا من يعني بدايتنا من حوالي 13 سنه. 13 سنه اول سنه المسابقه الرسميه يعتبر كويس. هي معقوله يعني. بس برضو احنا الواد لما يكون سنه صغير وعنده الرغبه بتفرق طبعا. حتى بعلمه حاجات مثلا حاجات بتفرق كويسه بس في اجواء معينه يا كابتن احمد. في اجواء معينه. ما انت الولد لما بيتحط تحت ضغط ان انا لازم اكسب. وطبعا انت عارف الحيل اللي بتعملها المدربين ان انت ممكن. يعني انا كان عندي ماتش الاسبوع اللي فات بلعب بفئه 2015. المدرب اللي قصادي بيلعب بال 2013 وال 2012 وبيحلف بالله وبعل وصوته يا كابتن دول كلهم 15. طب هل انا كده انا بخدع نفسي ولا بخدع الولد ولا بخدع اكيد طبعا بخدع جيل كامل؟ ما ينفعش عشان خاطر تكسب. انا مش بلعب كمان مسابقه رسميه، ده مباراه وديه كمان. فالاعمار دي لازم مدرب بيضطر يكون عنده حيل عشان خاطر يحقق نتائج، عشان يحافظ على مكانته. معلش في مدربين معلش يا كابتن مش عارفين استخدامات اوجه القدم ايه. ما يعرفش يفرق ما بين وجه القدم الداخلي والخارجي والامامي شكله ايه. في مدربين منعدمين. مسؤوليه اداره يا كابتن احمد. ولكن ايوه مسؤوليه اداره ومسؤوليه اتحاد ومسؤوليه نقابه. يعني في ناس دلوقتي بيمرنوا ما معهمش كارنيه نقابه وغير مؤهلين ولا معاهم اي دورات خاصه وشغال يا دوبك اعلان على الفيسبوك. المشكله ان الاتحاد عنده علم بالكلام ده. يعني المشكله الكبيره ان انت الاتحاد عنده علم بالكلام ده، والناس دي هي اللي بتتعامل مع الاتحاد دلوقتي بشكل مباشر. وعادي الموضوع مش مقنن. بس نتمنى طبعا ان احنا نقننه طبعا، لان طبعا المدرب ما هو الا يعني شخصيه. المدرب ما هو الا يعني حاجه كويسه في المجتمع. فما ينفعش انتحال صفات مدرب. انا راجل مدرب مؤهل وراجل خريج تربيه رياضيه وراجل معايا برضو دورات حصل عليها من الاتحاد وكان نقابي تمام. فدخلت المجال وانا عارف انا ايه في المجال. لكن واحد يخش المجال مع احترامي واخدها سبوبه للاسف الشديد ده يعني المفروض دي يعني مسؤوليه النقابه والوزاره نفسها. يعني يمكن احنا في الحلقه اللي فاتت قلت لحضرتك لازم تكون في لجنه مشدده وموجهه من الثلاث جهات، من الوزاره، من الاتحاد الكوره، من منطقه الكوره اللي تابعه للمدينه اللي انت فيها. للنادي. ايه المشكله ان انا لو عملت لجنه حتى من 4 اشخاص انزل النادي ده مين اللي شغال فيه؟ فين رخصتك؟ هل انت مؤهل ولا لا؟ حتى كمان اشوف النتائج. اقنن الشغل في القطاع ده عشان تضمن حتى حق ولي الامر مش الولد. احنا اقترحنا برضو ممنوع اي اكاديميه
تؤجر ملاعب خاصه تابعه للشباب والرياضه، واستجابت الوزاره. لا الوزاره استجابت، ولازم السي في بتاع المدرب وكارنيه النقابه. استجابوا يا كابتن بمستند رسمي بيترمي في الدرج. ولكن المشكله ده المشكله للعيب بقى يا كابتن رضا، واستجابت الوزاره فعلا من خلال برنامجنا تمام، ان فعلا ممنوع منعا باتا ايجار اي اكاديميه لمركز الشباب الا للراجل الموجود كارنيه النقابه. الحيل بقى الموجوده، انت عارف المصريين طبعا ما بيغلبوش. كابتن احمد بيدي تفويض لكابتن يا ريت تفويض. لا يا ريت تفويض. انا بقدم الورق للناس اللي جايه. والله ادي كارنيه النقابه بتاع الكابتن احمد، والكابتن احمد مش موجود، بحيث برضو ان في حيل كتير. ايوه، ما هي برضو بالتفويض زي ما قلت لحضرتك ان انا بتاخد اوراق حد مؤهل وبقدمها، وخلاص هو قاعد في بيتهم وبتشغل. انت مركز الشباب بيروح يقدمها. مركز الشباب بيروح يقدمها. ادي الناس اللي شغاله عندي اوكي، وبالفعل ان الراجل ده مش شغال، ولكن صدقني طول ما هو بيدر عليهم بعائد مادي مفيش اي رقابه. فالحيل كثيره، ولكن احنا نتمنى طبعا الاصلاح، لان طبعا اولاد الناس احنا عايزين بس عايزين نقول للعيبه معلش قبل ما انسى اتفضل. ان كل السلبيات اللي بنتكلم فيها دي انت كلاعب مالكش علاقه بيها. انت كلاعب ركز في شغلك، ركز في تمرينك، ركز في تغذيتك. انا يمكن كنت من شويه بقول الفرق بينك وبين اللاعب بتاع اوروبا، والله انت احسن بكتير جدا. انا بكلم عندنا لعيبه كويسه كده. اي لاعب مصري انت كموهبه افضل بمراحل. اللاعب بتاع اوروبا بيفوقك في تأهيله أو تجهيزه وفي البيئة المحيطة بتاعته. أنا عايز بس لو الصور، يا ريت الصور سريعا بس، هنقف على الصورة. في لاعب 2014 أو لاعبين 2014 اخترناهم من وتم انتقائهم من محافظة كفر الشيخ. لعيبة كورة بمعنى الكلمة. كابتن مصر مليئة. يا ريت نعرض الصور كده سريعا. فيها كنوز. عايز أوريك اللاعبين دوت هيكون لهم شأن كبير قوي قوي قوي. لا سريعا هقول لك. سيف. ده مهم كان برضو واحنا ده سيف 2013 تمام. لا غيره بقى عشان نشوفوا بس الصور الثانيه. ياسين. احنا شفنا اللاعبين حاجه مفرحه، حاجه كويسه جدا. حسن. يوسف دول بتوع 6 اكتوبر. يوسف برضو من نفس الخامه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، لاعب مميز. رمضان صبحي بس هو بس يهتم. سيف 2000. يوسف 2014. ده احمد ده وقع معانا برضو السنه دي ان شاء الله يلعب ممتاز به. كويس، لعيب كويس. ده عمر مويكم. عمر ده كوتش. عمر 2015. ده كابتن سريعا كده. طيب لحد ما يجيبوا انا بس كنت عايز اقول لكل اللعيبه كابتن احمد مش لاعيبتنا بس. كل السلبيات اللي اتكلمنا فيها دلوقتي فيما يخص الوزاره او النقابه او المدربين او الامور دي كلها لازم تركنها على جنب. ركز في شغلك، ركز في طريقك. انت كلاعب مصري انت احسن بمراحل. بتوع اوروبا بيتفوقوا عليك في العقليه، بيتفوقوا عليك في مرحله التاهيل، بيتفوقوا عليك في البيئه المحيطه ليهم. يعني انت سيادتك قاعد من دلوقتي عندك 13 سنه بتلعب ببجي، قاعد بتاكل شيبسي، بيبسي، اندومي، بتلعب الالعاب اللي فيها مؤثرات خارجيه طبعا ده مجهود ذهني جبار. ايوه مجهود ذهني جبار وبتاذي الولد ده. طبعا معلش تعالى شوف الولد كده مش مركز في الملعب. وانت للاسف ولي الامر مضطر يشتغل 24 ساعه عشان يوفر لهم احتياجاتهم. اكيد طبعا. عايز يلبي مفيش رقابه على الولد في البيت برضه. كابتن انس يعني كابتن حسن ده ايوه في الصور ديت. يا ريت اللي بعديها كده. هي في الصور ديت. الصورة اللي بعديها كده لو أمكن. تمام. ده اللعيبة اللي تم انتقائها من محافظة كفر الشيخ. كابتن كيتو طبعا عامل شغل كويس جدا، وعينيه كويسة يا كابتن رضا في كل محافظات مصر. والله مصر مليئة اللعيبة. ده لعيب كويس جدا موجود 2019 وفيها لعيبة يعني فيها لعيبة وحارس مرمى 2010 بس ما شاء الله برضه. لا جسمه القوام بتاعه وجون فاهم يعني ودى 2010 وفاهم. من اللعيبة اللي هي المميزة، اللي هي اللعيبة اللي حاجة كويسة. ده بقى لعيب موهوب دلوقتي، ده موجود 2009 بس حاجه فاذه. 2009 السنه دي هيلعب جمهوريه، فرصته كبيره جدا. 2010 جمهوريه كمان. ربنا يوفقه وعنده فرصه كبيره جدا. الجمهوريه 2010 يتشاف منتخب مصر كمان. ايوه تقريبا اللاعب ده. لا ارجع. ايوه ده حاجه ثانيه خالص يا كابتن. 2014 بس لعيب ما شاء الله بيمسك الكوره زي ما الكتاب بيقول. اللي زي اللعيب ده بقى كابتن احمد اللي يعني انت حضرتك دلوقتي بتشهد له ان هو لعيب فلته. كله ما حصلش. كله بالاستثناء. طب ممكن تقول لي ليه اللاعب ده ما بيكملش معانا لحد ما نشوف في المنتخب؟ لا مش اللاعب تحديدا. ايوه اللاعب مثلا امثله ايه اللي بيعيق الموهبه اللي زي الولد ده
يعني ان طبعا في مليون واحد زي اكيد يا كابتن، في مليون واحد برضه زي نقطه يا كوتش. إيه اللي بيعاقهم ان سامي هم ده لعيب يكملوا، كويس جدا برضه ان يا هم كابتن يكملوا 2010. معانا ونشوفهم منتخب واهلي وزمالك. ايه المعوقات اللي بتاخدهم في المعوقات الطريق؟ يا كابتن يعني نتكلموا بصراحه شويه، اللعيب ده كويس جدا برضه يا كابتن، من اللعيبه المميزين جدا برضه. 2014 لعيب بيكلم الكوره، عارف يعني كلمه بيكلم الكوره؟ ان شاء الله ربنا يوفقهم حاجة جميعا محترمة. ونشوفهم في الملعب ونساعدهم. اللي بيعوق بقى يا كابتن يعني معلش مع احترامي نتكلموا بفضفضه شويه، اللي بيعوق اللاعب المدرب اختيار المدرب. معلش انت كمدرب ومدير فني مرحله 2016 مرنت العيال حفظوك السنه دي والسنه الجايه كمان، بعد كده النادي بيشوف مدرب تاني يبدا مع العيال بعد ما انسجموا وبقى في ربط ما بين المدرب واللاعب، لان الواد الصغير ده عايز زي مدرسه الفصل كده في المرحله الابتدائيه بتقعد مع الولد دي 3 سنوات، ما ينفعش تتغير لانها مدرسه فصل. ليه؟ عشان يبقى في ربط ما بينها وما بين ايه؟ الولد. ما بين نفس الولد النظام، في انسجام وتجانس، في تجانس وفي انسجام، تمام. لكن حاليا المدرب ممكن يقعد سنه يمشي، يجي غيره بقى هد كل حتى لو اللاعب اللي حضرتك المدرب اللي حضرتك بتتكلم عنه مؤهل برضه، وهو بيكون سبب لازم بعدم يكون مؤهل وصول طبعا ده شرط اساسي. انا شايف من وجهه نظري ان اللي بيحرم الاولاد دي كلها او الاجيال دي كلها، لان في مليون واحد في مصر في نفس الفئه العمريه دي يستحق. تمام. هي الاداره، هي زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه ان احنا الفرق بيننا وبين اوروبا ان هم مقسمين الاعمار دي ل3 مراحل. مش من لسه من 7 سنين احطه تحت ضغط اختبارات، تحت ضغط مسابقات، يلا مش عارف ايه، اعمل عليه لود، ولا انا بعمل له تغذيه، ايوه، ولا انا باهله نفسيا، لازم برنامج ولا جيد، انا بثقفه، ما هو ده الفاهم بقى، ولا انا المدرب باهله. الشخص مفيش الفاهم اي شيء. هو كل الفكره ان انا بفتكر ان انا لعيب كوره ساعه التمرين وبطلع من التمرين خلاص انا عايش طفولتي. اللاعب بتاع اوروبا ما بيعيش الاجواء دي. في اوروبا يا كابتن الولدين مثلا الاثنين بيلعبوا في فراوده، انت تعرف انهم بيخلوهم يباتوا مع بعض عشان يكون في انسجام ما بينهم، يباتوا يعني تجانس ما بين ده سي وده سي يناموا في اوضه واحده، ومعلم الفصل زي ما حضرتك قلت موجود معاهم في نفس المبنى، تمام، عشان يبقى في ربط ما بين اللاعب في المركز ذات نفسه. انا ما بتكلمش على التيم على الفرقه، لا ده بتكلم على المركز. يعني 2 فراوده، 2 ديفندرات مثلا موجودين، 2 سردباكين مع بعضيهم، عشان يبقى في ربط حسي ما بينهم وما بين اللاعب. والتاهيل النفسي يا كابتن، الناس دي ناجحه جدا في الشغل ده. انت ممكن ينزل لك اللاعب ده فنيا ما فيش منه اتنين، بس الولد نفسيا جاي من بيتهم مثلا عنده مشكله شخصيه، مستحيل هيديك 1% كوره، استحاله طبعا. فاحنا انت المدرب بيشتغل هو مش عارف. كابتن رضا احنا زي ما درسنا في التربيه الرياضيه وتعلمنا من الدكاتره ومن الدورات اللي حصلنا عليها من كذا جهه، تمام. الولد لما بيغلط بشتغل معاه حاجه اسمها فردي تخصصي. هات لي كده اي مدرب حاليا بيشتغل فردي تخصصي كان مع مساك او فرود او مفيش مفيش، لا مفيش فردي بقى لعب جماعي ولا مثلا ولا على القدرات البدنيه ولا الفنيه ولا النفسيه ولا اتلغت حاجه اسمها فردي تخصصي، مع ان بره الفردي التخصصي بيشتغل عليه في جميع المقامات، يعني واد غلط او في خطا بيشتغل عليه، مفيش خطا برضه بيشتغل عليه. هو اصلا ازاي هيديله يا كابتن؟ ده هو المدرب نفسه محتاج سيكولوجي، ده محتاج انه يجي لنا ياخد فرد تخصصي يشتغل معاه. حتى البرايفت اللي بيحصل او الفرد التخصصي بيحصل هنا. يعني انا تمام بقالي فتره بشوفها اكتر من فتره انه هي بتوصل لمرحله السبوبه. صح، انه هي بتوصل ان انا المدرب. عندكم سبوبه واستثمار في سوريا يا كوتش؟ لا ما شاء الله. لا عندهم بص كل للاسف طبعا هو موجود، بس انت اللي عندك بس مش بالشكل ده كابتن. لا مش بالكم ده، بقول لك بالكم ده. جامعه المغرب فيها 450 برع، احنا عندنا هنا البراعم في جميع الانديه بتعدي 450 مليون. ده يعني ده كنز للبلد هناك. اكيد طبعا. هو انا عايز اقول حاجه، مثلا اتحاد الكوره لو عمل زي ما حضرتك، لا سيبك من اتحاد الكوره، هنقول احنا ما عندناش لجان رقابيه ولا مؤسسات ولا، يعني بلاش اوصل للوزاره. الانديه نفسها يا كابتن احمد، يعني مثلا اهلي وزمالك، انت لما بتروح تجيب لي لاعب من بره، الراجل المسن اللي جه في الاهلي المهاجم ده اسمه ايه؟ موديست. ايوه واخد كام؟ خد مبلغ. اديني 10% من المبلغ ده وانا اعمل لك قطاع براعي للنادي الاهلي بعد 4 سنين اطلع لك منه منتخبات. هو الفكر فعلا اللي هو انا راح اجيب من بره. طب ما انت عندك كنوز في والله في لعيبه في القطاعات يا كابتن احمد في رابعه، في درجه رابعه، مش هقول لك اهلي وزمالك،
والله العظيم مواهب يدفع فيها مبالغ ما حصلت، بس في. برضو بيكسروا حاجز السن اللي هو من سن البرعم للناشئ، خلاص فرق القدرات بيختلف نتيجه للاداره الفاشله، نتيجه لعدم جاهزيه الولد، نتيجه للاعداد الغلط اللي كان بيحصل مع الولد من سن 7 سنين مثلا لحد 12 13 سنه. تمام. فاحنا عندنا ده، ولكن احنا محتاجين اداره صحيحه. لو مش هتيجي من الوزاره، مش هتيجي من الاتحاد، تيجي من الانديه نفسها. يعني للاسف حضرتك عارف ان انا زملكاوي، الحاجه الحلوه اللي في حياتنا فاهمني. زملكاوي اهلاوي القطاع بقى استثماري دلوقتي، بقى عندك علم اللي هو خلاص القطاع بقى القطاع خلاص بقى استثماري. يعني خلاص الزمالك بقى هو بس مرحلتين بس اللي هم 2008 لا، ولا ما هو مرحلتين 2006 بس شغالين على 4 فئات، 4 فئات عمريه. بس للاسف الشديد برضو معلش الاداره برضو منعت ان هو على فكره مش اسف، انا معاهم. يعني انا مع الدوله مفيش مشكله، بس طالما بقى يا كابتن احمد الامر كده يبقى مقنن. 40 و50 الف جنيه ماشي اوكي، بس يبقى مقنن. تمام. يعني انا النهارده عشان ابني يلعب اهلي وزمالك اروح ادفع 70,000 جنيه؟ كتير، حرام حرام والله. لا ماشي اوكي، انت كمنظومه مش قادر تصرف على قطاعات البراعم بتاعتك وهتحولها استثماري، اوكي، بس يكون في رقابه، يكون بشكل مقنن. يبقى مثلا معروف نادي الف قطاع البراعم فيه بجنيه. صعبه برضه. نادي لا مش صعبه يا كابتن. صعبه. لا مش صعبه. بص بس انت، انا مستثمر رايح دافع 2 مليون في النادي مثلا. معلش مع احترامي، هيجي لي لجنه من النادي او مشرف عليا يقول لي خد ده وما تاخدش ده؟ لا مش تاخد ده، مش هختار لك لعيبتك، اختار انت براحتك. بس انا بتكلم، ما انا هاخد بقى زي ما انا عايز بقى، ما انا اللي هيدفع انت كمنظومه هتختار لعيبتك، بس يكون في رقابه من الثلاث جهات. بس اداره الزمالك برضو عملت حاجه كويسه برضو يا كابتن، عملت نص القايمه ونص القايمه. لا مش نص القايمه، هو برضو عملت حاجه ثانيه برضو، ممنوع يعني فرقتين من الاستثمار ما فيش، بس مش هيشاركوا الجمهوريه. ال 2008 اعتذر عن الجمهوريه بالزمالك، تمام؟ لا يلعبوا دوري منطقه، حتى الجمهوريه ب مش هينزلوا دوري الجمهوريه ب، هيلعبوا دوري منطقه. اذا كانت 6 دوري منطقه، هي اصلا 6. طب هو ايه الحلو في كده؟ ما انت برضه هدمت جيل يعني انت هدمت جيل. الكام لاعب اللي الزمالك سابهم راحوا كده من غير فلوس، هو كده ناقص الاهلي فيهم واحد دلوقتي زد خده مش عارف باعه بكام مليون، والولد احترف برضه، كان لاعب ملوش لازمه في النادي ومشوه. فهو مهما كانت زي ما حضرتك متفق، انا يعني انا مش مختلف معاك، بس تكون مقننه اكيد. يعني الثلاث جهات يحددوا لنا مثلا. الاستثمار بقى وضع، بس مش يعني كلمه استثمار يا كابتن في اللاعب، نتكلم بس بالمصداقيه شويه. يعني كلمه الاستثمار بمفهومه الحقيقي ايه؟ اللي انا بجيب لاعب ارعاه كمستثمر، بس يكون لاعب موهوب، واصرف عليه، استثمر في موهبته. ده الاستثمار بمفهومه الصحيح. يعني الاستثمار بتاعنا ده للاسف الشديد ان الواد يدفع ويلعب، كلنا شغالين عليه لانه بقى امر واقعي. خلاص بقى جبري عليك، مش امر واقعي. الانديه ما فيهاش موارد. انا اتمنى ان هو خلاص بقى شيء الزامي في انديه مصر كلها، انديه مصر كلها، عشان بس نكون صادقين. لا حوالي 90%. 10%. لا 90 هتشيل مين؟ تشيل اهلي وزد. اهلي وزد وطلع الجيش برضو مش لا يا كابتن، كل الانديه هم الاثنين دول مفيش مشكله، بس تكون مقننه. يعني انا اكون مثلا انا لا هيطلع الاستثمار انا مثلا كولي امر عارف ان النادي ده ب 10 جنيه، النادي ده ب 5 جنيه، النادي ده ب 3 جنيه، النادي ده مفيش مشكله، خلاص بقت شيء معلن. ان شاء الله نستضيف المستثمر اللي واخد فرقتين الزمالك، تمام، ونشوف القصه ايه ان شاء الله الحلقه اللي جايه كده، ونشوف قصته ايه. كابتن انس، يعني احنا سعداء طبعا بوجودك في بلدك الثانيه، ربنا يخليك طبعا، وحابب توجه الشكر قبل ما اختم لمين؟ انا حابب اشكر حضرتك على المقابله الجميله دي، والكابتن رضا برضو اخ غالي عليا زي ما ذكرنا قبل كده. الله يخليك. وحد يعني انا بعتبره من الشخصيات اللي هي كاخ كبير ليا هنا ده شرف ليا والله يا كابتن. بلدي الثاني بمصر. الله يخليك. برضو اوجه شكر لاهلي بسوريا، والدتي والدي اخواتي، ربنا يجمعني بيهم. وحابب اوجه كده كلمه شكر للنادي الغالي، نادي الوثبه السوري، اللي هو ان شاء الله يعني موسم موفق لي. ان شاء الله بداوا بالتعاقدات مع اللعيبه والمدربين، وان شاء الله يكون موسم موفق ان شاء الله للنادي، وباذن الله ان شاء الله موسم موفق باذن الله. وشكرا لحضرتك والساده الحضور باذن الله. حبيبي
كابتن رضا، قبل ما اختم معايا وشكر خاص توجهه لمين؟ شكر خاص ليك يا كابتن احمد حبيبي يا كابتن وكابتن رضا. انس وكل ربنا مشاهدين يخليك. برنامجك. طبعا بعد فضل ربنا مفيش اي شكر غير لوالدي طبعا. ووالدتي، ربنا يا رب يعافيهم اللهم امين يا رب. ويرجعهم لي بصحه وعافيه. بشكر كل لاعب في مدرستي الصغيره اكاديميه المصري حط الثقه بعد ربنا فينا، وكل ولي امر ساندنا، لان احنا برضو بنمر زي ما بنمر بنجاحات كبيره تمام. بنمر بصعاب. فبشكر كل ولي امر كان موجود معانا في وقت الصعاب، كل لاعب حط الثقه فينا، وبسال ربنا وبتمنى ان هو احنا نكون على قدر المسؤوليه. طبعا بشكر حضرتك تاني، حبيبي يا كابتن رضا. واحنا ان شاء الله السنه دي ممتاز بيه، نتمنى ان احنا إن شاء نحقق الله. نتائج كويسه ونعرف إن نساعد شاء كل الله. اولادنا باذن الله ان شاء الله باذن الله. ونشوفهم على خير. في ختام هذه الفقرة بحب أشكر ضيفي الكرام الكابتن رضا المصري رئيس قطاع البراعم بنادي النجوم مصر أحد أندية الممتاز به والمشارك ببطولة دوري الجمهورية بمجموعة القاهرة. وبشكر طبعا أيضا الأخ العزيز الكابتن أنس الرفاعي مدير الفني لأكاديميات المصري بالقاهرة والجيزة و6 أكتوبر. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام. ورجعنا لكم تاني في الفقرة الثانية. طبعا الفقرة الثانية مخصصة لمواهب، فقرة مواهب على الطريق. طبعا اللاعبين المنضمين حديثا لنادي نجوم مصر بنستضيفوهم طبعا من خلال برنامج ملاعب بلدنا. طبعا بنعرض السيرة الذاتية بتاعت اللاعب طبعا ووكيل لاعبين الخاص بيه، وبنبدأ نتكلموا عن اللاعب طبعا وبيعرف نفسه للمشاهدين. كابتن عمرو نبيل طبعا وكيل لاعبين من الوكلاء الناشطين. اخبارك يا كابتن عمرو؟ اهلا بك يا كابتن عامل إيه يا أحمد. حبيبي؟ الحمد لله تمام والله، متشرف بك. منين بقى يا كابتن عمرو؟ من المنصورة. احسن ناس المنصور. حبيبك يا ريس. ومعايا اللاعب الجميل اللاعب زياد البسيوني عوض مواليد 2008 من اللعيبه المميزه جدا اللي ان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب وباهر باذن الله. اخبارك يا زياد؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. كله تمام. منين يا زياد؟ من المنصورة. منصوره برضه؟ المنصورة. المنصوره دي ولاده باللعيبه بقى. كابتن عمرو، قبل ما اختم بقى، قبل ما ابدا معاك، كلمني كده انت يعني مارست لعبه كره القدم كوكيل لاعبين وباكتشافاتك في اللعيبه؟ انا قبل كده طبعا لعبت في انديه زي الرجاء، ومن الرجاء لعبت في سموحه، وبعدها رحت سيراميكا، وبعدها بطلت شويه ولعبت شويه، جالي المصري السلوم فريق اول. طب كويس. وبعد كده بس سيراميكا وسموحه والرجاء كان ايه؟ ناشئين. كان ناشئين. فريق اول كان جالك فريق اول المصري السلوم جالي شويه، وبعد كده بقى يعني مبطل شويه الفتره دي، وبعد كده هرجع تاني باذن الله. ان شاء الله. انت ناوي يعني ترجع يعني؟ باذن الله. طب والله كويس. زياد، كلمني كده زياد عن بدايتك مع كره القدم. أول حاجة لعبت في نادي المنصورة، وبعد كده نقلت أكاديمية الزمالك في المنصورة برضه. تمام. أنت بقى زملكاوي بقى؟ أنا زملكاوي. حبيبي يا زيزو. تمام. وبعد كده لعبت في أكاديمية سيراميكا بتاع كابتن عمرو. تمام. يعني أنت دلوقتي يعني مارست في النادي المنصور، لعبت في نادي المنصور. أيوة. تمام. طبعا انت تم انضمامك لنادي نجوم مصر, نجوم مصر عشان طبعا مشارك في دوري الجمهوريه مجموعه القاهره. ايوه. جاهزين ان شاء الله باذن الله لدوري الجمهوريه؟ ان شاء الله. انتوا طبعا معاكم البنك الاهلي ومعاكم المريخ البورسعيدي. ايوه. ومعاكم لافينا ومعاكم طبعا ترسانه ومعاكم الانتاج الحربي، فرقه برده كويسه برده. ربنا يوفقكم كده يا زياد وتعملوا حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو، انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ اهلاوي باذن الله. اهلاوي باذن الله. اهلاوي طبعا ولا باذن الله؟ لا باذن الله. عشان قلت لك طبعا دي ما تقولهاش. لا. ماشي. بس انت بقى يعني ايه رايك في الاهلي؟ الاهلي حصل على بطوله الدوري اهو. لا الاهلي ما شاء الله في موسم دلوقتي شاق وموسم صعب وموسم اطول موسم شافته الكوره. ما فيش فريق في مصر دلوقتي غير الاهلي هو بس انت يعني شايف ان الاهلي ممكن يقع قدام؟ لا ما اعتقدش، طول ما الجماهير في ظهره والاداره في ظهره الدنيا كلها في ظهره. الاداره اكيد طبعا حاجه كويسه. مش هيقع. لا الاهلي مكمل في طريقه دايما وهياخد الدوري وباذن الله دوري الابطال على طول. تمام. دوري ابطال افريقيا. اكيد. يعني مش عايز يقع خلاص؟ لا باذن الله. طيب ماشي. الاهلي فرقه كويسه طبعا ونادي محترم، ونتمنى له طبعا العالميه اكثر فاكثر. زيزو، انت طبعا قلت لي زملكاوي، ايه رايك بقى الزمالك السنه دي بقى؟ لا الزمالك حلو، عايز تدعيمات برضه، زي هو كده كده حلو حتى لو اتغلب هو كويس لينا. احنا بنحبه. قول لي يا زياد بقى، انت تطلعاتك في الفتره اللي جايه ايه؟ هدفك في اللي جاي ايه ان شاء الله باذن الله؟ باذن الله يعني بعد انضمامي لنادي نجوم مصر ده هو
اهتم بزياده وازود التمرينات طب لو جالك بقى الاهلي بقى يا زيزو انت زملكاوي هتعمل ايه؟ طبعا عادي يعني. تلعب عادي, عادي. زي ما امام عاشور كده. قول لي بقى مركزك ايه في الملعب؟ وبلعب مساك وبلعب نص ملعب. وسط مدافع يعني أيوة. ديفندر. اه طب كويس والله. انت جسمك كويس يعني 2008 ان شاء الله 2008 ربنا يكرمك كده ونلاقوا حاجه كويسه ان شاء الله يا زياد باذن الله. كابتن عمرو يعني احنا بنتكلموا على اللعيبه المميزه واللعيبه الكويسه. انت وديت لعيبه الانديه كتير، ابرز اللاعبين اللي انت وديتهم مين ومين؟ وديت ابرز لاعب دلوقتي مسمع معايا لعيب اسمه محمود فوزي. وديته الحرس. حرس الحدود. تمام. السنه اللي فاتت. درجه اولى ولا ناشئين؟ ناشئين 2006. 2006 تمام. ما شاء الله. في الناشئين بس ولا برضه بتسوق فريق اول؟ لا في الناشئين وفي فريق اول عادي مفيش مشكله. يعني انت بتسوق على الانديه كلها؟ باذن الله. طب كويس يعني دي حاجه كويسه برضه. اتصعد من 2006 ل 2005 ومكمل معاهم السنه الجديده. ما اكيد لاعب مميز. ولاعب مميز. مسمع جامد هناك ما شاء الله. وبرده حارس مرمى راح الحرس برده كان 2005. تمام. صعد فريق اول. طب كويس والله. هو حارس مرمى. مسمعين جامد اللعيبه دي كويسه يعني ما شاء الله. طب والله كويس دي حاجه كويسه والله. قول لي يا زياد كده يعني الجاهزيه بتاعت دوري الجمهوريه طبعا بتختلف عن دوري المنطقه. ايوه طبعا. تمام. وطبعا ناوي ان شاء الله تعملوا حاجه في الدوري ان شاء الله كده ان شاء الله ولا محلك ساسي؟ لا ان شاء الله. ان شاء الله جاهزين يعني؟ جاهزين. طيب احنا طبعا بننوه بالنسبه لاختبارات نادي نجوم مصر احد انديه الممتاز به والمشارك في بطوله دوري الجمهوريه بمجموعه القاهره لانديه الممتاز به. ان شاء الله الاختبارات هتقام يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 3 عصرا او قبل العصر يعني بساعه. يوم 6/8 اللي هو الثلاث اللي جاي ان شاء الله زي النهارده ان شاء الله في حي مؤسسة الزكاة وتاخدوا مناطق المرج وعزبة النخل وعين شمس وبركة الحج. طبعا على استاد بركة الحج الرئيسي ملعب حاجة كويسة حاجة محترمة حاجة يعني مميزة. إن شاء الله يحضر السادة المدربين والسادة رئيس القطاع بإذن الله بالنسبة لنادي نجوم مصر. طبعا الكابتن حمودة محمد طبعا القائم بالاختبارات والكابتن ناجي طبعا هم المسؤولين عن الاختبارات ان شاء الله باذن الله من الناحيه التنظيميه ان شاء الله باذن الله بحيث طبعا نطلعوا بشكل محترم ان شاء الله باذن الله. المواليد 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 واخيرا 2016 لان دولت ليهم حق القيد على سيستم الاتحاد المصري لكرة القدم. بالنسبة أيضا أقيمت الاختبارات نادي نجوم مصر وأفرز عن بعض اللاعبين الجيدين وتم انتقاء أكثر من اللاعب في محافظة كفر الشيخ ومحافظة قنا وفي محافظة الشرقية وفي محافظة المنوفية وفي محافظة الغربية. بالنسبة لنادي نجوم مصر بيجوب المحافظات المختلفة طبعا بالنسبة للاعبين المميزين واللاعبين الموهوبين ان شاء الله باذن الله. والقاهره يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله زي ما اشرنا. وانتظروا طبعا قطاع جيد قطاع محترم قطاع يشارك في بطوله دوري الجمهوريه حاجه محترمه حاجه مميزه بحيث الولد يستفاد. بالنسبه لحته الاستثمار النادي الاستثمار ما فيش مشاكل ولكن يعني في نفس الوقت احنا عايزين نتكلم ان طبعا الاستثمار خلاص بقى امر واقعي بالنسبه للانديه معظم الانديه. اولا الحاجه مش الحاجه يعني المبررات موجوده والمبررات صحيحه اللي هي النادي ما فيش مورد. انا بتكلم على العموم يعني 90% من الانديه هو مين عدد على الصوابع زد سموحه الاتحاد الاهلي هم دول يعني يتعدوا على الصوابع 5 6 نعم الكل اصبح استثمار دلوقتي. الكل في انديه دوري ممتاز الزمالك يعني بقى 3 فرق للمستثمر شغال استثمار. انا مودي في الزمالك 3 لعيبه ولا بمبالغ جامده طبعا. تمام. فاحنا بنقول المبالغ الضخمه ديت بلاش خلينا بس ايه في الحاجه المتوسطه كده حاجه العاله لان طبعا الوالد سنه وبيتكل على الله يمشي ولكن احنا بنتكلموا على ايه على انه بقى امر واقعي. وقلنا الاستثمار بمفهومه الجيد المفهوم الصحيح ان المستثمر بيرعى اللاعب الموهوب فقط لا غير بيرعاه وبيوديه
مكان محترم، وفي نفس الوقت اللعيبه اللي جايه تحاول بقدر ما تثبت وجودها علشان تلاقي مكان محترم تجيب فلوس ليها، لان طبعا اللاعب المميز دلوقتي بيجيب فلوس كويسه بالنسبه لو ربنا كرمه في الفريق الاول في اي نادي ممتاز الف او ب. نتمنى ان شاء الله باذن الله النجاح والتوفيق لكل الانديه. طبعا الرسائل اللي جات لنا على صفحه البرنامج طبعا كتيره قوي، بس عشان وقت الحلقه ولكن هنقوله بعض المقتطفات كده. بالنسبه لكابتن ميعاد دوري الجمهوريه الف، دوري الجمهوريه الف ان شاء الله في نصف سبتمبر، يعني 15/9 القادم باذن الله ستقام بطوله دوري الجمهوريه الف لانديه الممتاز الف. ومواعيد الممتاز ب ان شاء الله باذن الله يوم 21/9 او 25/9 بالتحديد، اولى مباريات دوري الجمهوريه لانديه الممتاز ب. اما انديه المناطق فالاتحاد المصري لكره القدم طبعا المنطقه زي ما انتم عارفين المنطقه هي اللي بتنظم هذا الدوري، فهي اللي بتحدد الدوري مثلا، بس طبعا ما يعني ممكن تعمله في 10 في 11 لان عدد المباريات بيكون قليل جدا في المناطق ما عدا طبعا منطقه القاهره لانها هي الام بكثره انديتها. بالنسبه برضو لدوري القسم الثاني بالظبط كده 1/10 هيبدا القسم الثاني ان شاء الله باذن الله. دي المواعيد اللي جالنا من الاتحاد مصدر رسمي بالنسبه للناشئين الجمهوريه، وكذلك بالنسبه للممتاز 1 اكتوبر باذن الله ستقام اولى مباريات القسم الثاني باذن الله. بالنسبه للقسم الثالث ان شاء الله باذن الله يوم 7/10 بدايه مباراه القسم الثالث، وطبعا شكل المسابقه حتى الان لم يحدد بعد، وكذلك نشرت التعليمات ما نزلتش لغايه دلوقتي برضه الوقت اتاخر. احنا عاملين حجه ان الدوري طويل، لما الدوري ينتهي هننزلهم، بس الموسم اللي فات واللي قبليه نشرت التعليمات القيد نزلت والدوري لسه شغال ما انتهاش. نتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم الاسراع طبعا في نشر التعليمات القيد عشان الانديه بقى تشوف قوائمها الاولى وقوائمها الاضافيه الثانيه اللي هي اللاعبين الجدد، وان شاء الله باذن الله يكون موسم طيب لجميع الانديه المصريه. كابتن عمرو قبل ما نختم حابب توجه شكر خاص لمين؟ طبعا اوجه شكر اولا لك كابتن احمد حبيبي استضافتك النهارده. الله يخليك. واهلي والدي ووالدتي وكل الناس اللي اصحابي، كل الناس اللي بتقف في ظهري يعني وبتساندني، الناس اللي معانا دايما على طول يعني. ان شاء الله. زياد بقى حابب توجه شكر لمين يا زياد؟ طبعا احب اوجه شكر لوالدي ووالدتي برضه، تمام، لانهم دايما في ظهري، والكابتن ربنا يخليهم لك يا رب. والكابتن احمد والزمالك ده زملكاوي الزمالك. ايوه كده خليك جد. طبعا ان شاء الله باذن الله في ختام هذه الفقره من الحلقه بحب اشكر ضيفي القراء في فقره مواهب على الطريق، وان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 12 مساء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.